الترند الجديد الكشري الحلو. عملنا الطبقات زي محلات بلبن وتحفة. وعملنا كمان صوص الكراميل الاقتصادي. اول حاجة هعملها هي الرز بلبن. احط كوباية الا ربع رز، انا مش بغسله عشان بحتاج النشا اللي فيه. احط عليه مية سخنة وهسيبه يتسلق على النار. هنا هسلق الرز لغاية ما الرزاية تبقى دايبة معايا بالشكل ده. هنا هبدأ ازود كيلو لبن كامل الدسم. هضيف للرز نص كوباية سكر، وعندي هنا معلقتين قشطة شايلاهم من وش اللبن، لو عندك حطي. وهضيف النشا 3 معالق نشا على نص كوباية مية او لبن، وهدوبهم وهنزل بيهم على الرز. وهضيف كيس فانيليا، وكده خلاص جاهز معانا. نوزعه في الاطباق، ودي هتبقى اول طبقة في الكشري الحلو، هي طبقة الرز. جاهز تاني طبقة وهي طبقة الكنافة. في كبة هحط ربع كيلو كنافة متفرزة، وهحط عليها 3 معالق سمنة فلاحي، وهضربهم بالكبة لغاية ما تتكسر معايا وتبقى بالشكل ده. هنزل بالكنافة في صينية وهفردها كويس عشان انا هدخلهم الفرن، وممكن تحمريهم في طاسة على النار عادي. وهحضر الجلاش، عندي لفة جلاش هقطعها بالشكل ده، وديت هتبقى بديل الورد اللي بيتحط على الكشري. عايزه اقولك ان بعد ما تحمصيه في السمنه ممكن تستخدمي اللي يتبقى منك طبق ام علي، هيبقى تحفه وجميل. بعد ما خلصت ورقه الجلاش احطهم في صينيه واوزعهم كويس، وابدا احط 3 معالق سمنه فلاحي. وبكده جاهز معايا طبقه الجلاش. انا بقى اختصار الوقت هدخلهم الاتنين دفعه واحده في الفرن يكون مسخناه، وطول ما هما في الفرن ناخد بالنا ومن وقت للتاني نقلبهم علشان الصينيه كلها تاخد نفس اللون. ابدا اجهز للكراميل في طاسه على النار، احط كوبايه سكر، ومجرد ما تتكرمل معايا ناخد بالنا من اللون عشان ما يغمقش ويمرر. ما وصل معايا للون ده مدوبه معلقه نشا في نص كوبايه لبن، وهبدا اقلب وهضيف كوبايه لبن تاني ومكعب زبده ورشه ملح وفانيليا، وكده يبقى جاهز معانا الكراميل. احلى صوص كراميل سريع وموفر من غير كريمه ولونه تحفه. وهنا بقى بصوا الرز بلبن خد الكرمشه وشكله حلو ويفتح النفس. هبدأ احط طبقة الكنافة اللي هي بديل الشعرية في الكشري، اوزعهم على الاطباق. وبعد ما وزعت الكنافة هنجيب كريمة لباني ونبدأ نوزعها على الاطباق بالشكل ده. وبعد ما نوزع الكريمة هنبدأ نحط الحشوة اللي هي بقى ايه، مانجا والفراولة والبوريو. هنا هحط جزء فراولة وجزء تاني بوريو. بستخدمها بسكوت بالشوكولاتة المصري. وهحط حشوة المانجا، نوزع المانجا كده في الطبق بالشكل ده. ندي طبقة حلوة كده من المانجا. المانجا مع الكنافة مع الرز بلبن بيدي طعم وميكس حلو قوي. هنا بقى نحط الصوصات، نحط صوص شوكولاتة وعلى الفراولة. بصوا الشكل تحفة. هنبدأ بقى نحط الورد اللي هو الجلاش، نحط طبقة حلوة كده من فوق على كل الاطباق بتاعتنا. وريحته حلوة قوي وهو متحمر بالسمنة الفلاحي. وابدأ اوزع تاني صوص بالشكل ده.
وعلشان نميز الطبق ونبقى عارفين الحشوة اللي جواه هنبدأ نحط حاجات منه فوق كده على الوش. هحط كراميل وصوص شوكولاتة، وهحط فراولة على حشوة الفراولة، وفيكي تحطي موز، ممكن تعملي ميكسات بين الفراولة والموز. وهوزع قطع مانجا على الوش، وهنا بقى مكسرات هندلع الطبق بتاعنا، طبق كشري بجد يا جماعة يستاهل التجربة، تحفة. زي ميكسات المدلعة والقنبلة، حاجات كده فوق بعضيها، والجلاش مدي طبقة كريسبي، والمكسرات مع طبقة رز بلبن مع الشوكولاتة، حاجة تحفة. يا رب تجربوه، يا رب الوصفة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. صحة وهنا على قلوبكم.